السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنشوف روتين يوم الجمعة، هنشوفوه كده مع بعضينا. اول حاجة بس لو انت اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو ده على السريع. ويلا نصلي على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول كده ما شفته كده في اول الفيديو، هويت البطاطين بتاعتي، فتحت الشبابيك. احنا عارفين يوم الجمعة دوت لازم روتين بيكون ثابت كده معايا. اول حاجة افتح شبابيكي، اهوي البطاطين، اشيل الماليات واحط ماليات جديدة. يعتبر الماليات بشيلها كل جمعة، يعني كل اسبوع بشيلها كده مرة. وطبعا لازم اكنس الشقة وبشغل بخور واشغل سورة الكهف. طبعا سورة الكهف يعني لازم يوم الجمعة. وعطري كده الشقة بتاعتك، لو مش بتستخدمي بخور حطي معطر. يعني يوم الجمعة كده خلي ليكي روتين وبهجة معينة، بحيث الأطفال كمان يحسوا بالبهجة دي، فاهمين قصدي؟ بعد كده قلت ادخل على المطبخ، كان عندي شوية بطاطس كنت جايباها معاكم من الروتين اللي فات. يعني داخلين في اسبوع كده البطاطس دي، يعني هتبدأ تزرع بقى وتطلع شجرة كده في التربو. فايه اخدت كده منهم حبة وقلت اقشرهم واعمل بيهم بطاطس محمرة كده جنب الفطار. آه طبعا بحب يوم الجمعة اعمل اكلة كده في الفطار، يعني تكون اكلة مميزة شوية، بعيد بقى عن الجبنة البيضة بتاعت طول الاسبوع في اللانش بوكس والبيض المقلي. فايه بحب دايما اعمل تغيير يعني. فالمهم هنا قطعت البطاطس بتاعتي كده وقشرتها، ومش بقليها في الزيت ولا حاجه، بقليها في الاير فراير. وبجد ما ندمتش اللي انا اشتريتها، بجد تحفه جدا جدا. يمكن اكتر حاجه اشتريتها وبستخدمها يعتبر على طول. ان ما كنتش بعمل فيها بطاطس بسخن فيها الاكل يعني. تسخني فيها الاكل ولا الاكل بينشف ولا بي يعني فاهمين، ولا بتحمر جامد ولا اي حاجه. بتظبطي التايمر وبتسخن الاكل تحفه، وبالذات المحشي كمان. يعني بتسخن لك الرز من جواه، غير خالص ما تشغليه في الشوايه بتاعه الفرن. ومثلا لو مظبطتيش التايمر وكنت عامله على برنامج التايمر بتاعه كبير، مهما نتاخر معاكي ما الحاجه مش بتتلسع. فبجد الاير فراير تحفه جدا. وهي كمان سيف قوي عشان بتحط لها نقطه زيت. بس يعتبر عملت فيها مرة واحدة بس سمك بولتي اول ما جبتها، بس ما كررتهاش تاني. يعني طعم السمك حسيته متغير. لكن على طول بستخدمها في البطاطس وتسخين الاكل. او لو بعمل مثلا سندوتش مثلا، ساعات بعمل مثلا جبنة تركي او حاجة واحطه يسيح برضو بيبقى تحفة جدا. وايه العيش يعني مش بينشف. فحبيت اقول لكم على الاير فراير، بجد تحفه جدا. وخصوصا اللي احنا في شهر 11 بقى بتبقى السيل بقى والجمعه البيضاء والكلام ده. فاللي حابب يشتري بجد تحفه. انا كنت جايبه دي كانت من زهران. كانت عامله 4.5 لما اشتريتها. كنت جايباها بالقسط وكده. بحب يعني اكتر حاجات بجيبها مثلا قسط اقصى حاجه 6 شهور. بيعدوا بسرعه، وبالمره ايه ما بقاش خربت الميزانيه، يعني فاهمين قصدي. بس بتحطي لها شويه زيت كده وتقلبيها وتحطيها، وعلى نص الوقت برضو ايه بتقلبي البطاطس تاني وترجعي ايه تحطيها تكمل سويها. وقلت اعمل برضو شويه بيض مسلوق كده زي ما انتم شايفين. بصوا البيض ورانا ورانا يعني. يعني بيض في المدرسه، بيض في الاجازه، لازم البيض ده اساسي معانا. بس كان فطار كده سريع وجميل. وكان عامله شويه سلطه بنجر برضو. يعني من الوقت للتاني كده لما انزل السوق الاقي البنجر كويس، لازم اجيب بنجر. ودلوقتي بعد ما فطرنا بقى وظبطنا التظابيط، قلت اشغل الغساله. كان عندي بقى لبس المدرسه ولبس التمرين بتاع امبارح. فقلت اشغلهم كده ايه دوره كده في الانجاز. يعني بعمل دورة صغيرة كده، بحيث هو اصلا لبس نظيف، فاهمين قصدي. غير بقى الدورة بتاعت اللبس الابيض بقى بتقعد بالساعتين بالتلاتة. كان دي تقريبا تبقى من نص ساعة لساعة الا ربع. وطبعا الاشقية كانوا حاطين لي كورة في الغسيل. الحمد لله هي وقعت مني. يعني عايزه اقول لكم ساعات بجد بغسل الغسيل وبلاقيه حاطين مثلا توك في نص الغسيل، حاطين لي لعب. وبيدخل جوه الغسالة عادي. يعني الكورة دي كانوا حاطينها لي جوه الغسيل. سبت بقى الغسالة تشتغل، ورحت كتبت شوية وجبات كده مع الولاد بقى ومسكتهم سمعت الدودو. ولقيتها الصراحة في الباي باي خالص في الانجليش، يعني في الضياع الشامل. اديتها شوية عواميد بقى كده تقعد تكتبها. وايه قلت ادخل برضو على المطبخ اعمل بقى الغدا. آه عايزه اقول لكم برضو خدت بيت البطاطس من خايفه تبوظ بس اروح. اما كنت جايبه 2 كيلو، عملت شويه في الصبح وشويه دلوقتي واتبقى بطاطستين. ان شاء الله ممكن اعملهم شيبسي بالليل خالص، يعني هخلص البطاطس هخلصها. قلت اعمل شويه سلطه بطاطس جنب الغدا. النهارده هنتغدى سمك. سلطه البطاطس برضو بتكون جميله. لو ما عنديش بتنجان بعمل سلطه بطاطس. لازم جنب اكله السمك بيكون في سلطه.
وطبعا يعني السلطه الخضراء بزهق بقى من الغسيل والتقطيع بقى والكلام ده، فبستسهل يا اما سلطه بطاطس اللي هي البطاطس المهروسه دي، يا اما سلطه بتنجان بابا غنوج. بس كده فاهمين قصدي. هنا قشرت البطاطس بتاعتي، خدت بطاطستين هو بالعدد، وهبدا ان انا اقطعهم كده مربعات وهسلقهم. مش بحب اسلق البطاطس صحيحه، بتاخد وقت مني كتير قوي، و... وانا الصراحه عايزه انجز، فبقطعها وبرده بتقضي الغرض وبيكون طعمها حلو. اهم حاجه بس وانتي بتعملي سلطه البطاطس اللي انتي ما تسلقهاش خالص، يعني ما تبقاش طريه خالص كده وشاربه ميه ومتختخه، لا، يعني تنزليها في الميه كده مثلا من 5 ل7 دقايق بس، وبتطلعيها بسرعه، ما تسيبهاش بقى في الميه. عارفين لو سبتي البطاطس في الميه هتلاقيها بايشه منك. بصوا طلعتها بسرعه حتى بهرسها وهي سخنه. ممكن تهرسيها بالشوكة او تهرسيها بالصفاية دي، بس انا عشان البطاطس يعني مسويها كويس فهعملها بالشوكة. بصوا زي الملبن، بصوا بتتعمل بسرعة ازاي. بس لو انتي طلعتيها لقيتيها ناشفة شوية ممكن تعمليها بالهريسة. وكمان لا مش بالهريسة، سوري، اللي هي بالمصفى. ولو عايزة تعملي هو الماش بوتيتو اللي هي بتبقى جنب اللحمة المحمرة، اعمليها احلى بالمصفى عشان تطلع معاكي بيوري خالص. هنا كنت خلاص عملت البطاطس كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ ان انا بحبشها حاجات بسيطة خالص. بحط لها توم وشطة، بس انا عندي هريسة شطة، يعني لما هريسة الشطة بتخلص بحط شطة عادي جدا وشوية خل وشوية ملح، وبتبقى جميلة. اهم حاجة بس تقلبيها كده كويس قوي، وبتكون جميلة وخفيفة، يعني جنب اكلة السمك. بس دي يعتبر السلطة بتاعت السمك. لكن ممكن لو هتعملي اللي هي المش بوتيتو، لا مش بتحطي بقى الثوم والخل والكلام ده، بتحطي شوية لبن او كريمة، وعليها مثلا يعني طرطوفة كده توم صغيرة، و... وشوية سمنة، وشوية طبعا ملح، وبتقعدي تقلبيها. هي دي اللي بتكون معاكي البطاطس اللي هي البيوري بتاعت بتاعت المشويات. هنا اكلت معلقة بطاطس الصراحة بتبقى خطيرة، انا بحبها قوي. وهنا كنت بعمل سمك مرجان. عايزه اقول لكم السمك يعني حصل موقف واحنا بنتغدى والله. بصوا يعني ما كملتش اصلا غدايا وترعبت بجد على دودو. هو السمك هو مليان شوك. مش عارفه بقى انا اتخميت فيه ولا هو كان حظي كده ولا ايه. انا بقالي فتره ما جبتش مرجان فناسيه الصراحه، اللي هي دي سمكه بتبقى مليانه شوك، ولا انا بقالي فتره ما جبتهاش فتخميت فيها. فانا مش عارفه، بس المهم بقى عايزه اقول لكم ان الشوك بتاعها كان نشف قوي. قعدت فصفص لهم على قد ما اقدر، ويعني برضو كان في شوك في الاكل. المهم يعني باكل دودو. هي دودو عندي هي عشان عندها اللحميه، فدايما اللوز يعني منتفخه كده اهو. فالمهم وهي بتبلع تقولي بلعت شوكه بلعت شوكه، وانا عارفين بقى بحتاس بقى وبالذات عشان باباهم مسافر، فتلاقوني بقى يعني لو من غير حاجه هحتاس برضو. حاسه ان انا قاعده لوحدي بقى والمسؤوليه كلها فوق دماغي، فببقى بجد مرعوبه من اتفه الاسباب. فما بالكم قاعده تقولي شوكه شوكه. فالمهم قلت لها طيب اشربي ميه. البنت مش عارفه تبلع. قلت لها طب كل شويه رز ينزلوا الشوكه، برضو مش عارفه تبلع. قعدت تقولي الشوكه هنا الشوكه هنا، وتشاور يعني يعني على حته من زورها اللي هو عند اللوزه. فالمهم انا مش شايفه حاجه، برضو جبت الكشاف وعماله ابص في بقها بقى، مش شايفه حاجه، فاهمين قصدي. بعد كده قالت لي هنا. المهم دخلت، مش عارفه دخلت صباعي ازاي وقعدت احسس على اللوزه بتاعتها، لقيت فعلا حته شوكه صغيره خالص باينه. انا عايزه اقول لكم بقى انهارت، بس حاولت طبعا اتماسك اعصابي عشان لو انا ما لحقتهاش مين هيلحقها، يعني مين هيلحقها، فاهمين قصدي. فالمهم بقدره ربنا والله العظيم دخلت ايديا في زورها. عايزه اقول لكم اصلا بقها قد الفسفوسه. دخلت ايديا في زورها ومسكت طرف الشوكة وشدتها، كانت الشوكة كلها داخلة جوه اللوزة، داخلة جوه اللحم ذات نفسه. اقسم بالله ده ستر ربنا. لو كانت الشوكة كلها دخلت او ما كنتش عارفة اطلعها، انا مش عارفة كان ممكن ايه اللي يحصل. يعني دايما ربنا بجد بيكون معانا. انا بحس دايما ربنا في بيتي، دايما بقول كده، ودايما بقول يا رب لو عملت اي حاجة كويسة وقفها لي، بالذات لما بيبقى معايا مواقف صعبه، والحمد لله ربنا يعني بينجيني دايما. عايزه اقول لك والله يعني لو كانت الشوكه دي مثلا، فاهمين قصدي، لو حته ازازه بتبقى داخله في ايدينا وفيها طرف صغير، ولا حته شوكه صغيره مش بتعرفي تطلعيها، وخصوصا اللي انا اصلا قصه ضوافري. فانا سبحت ربنا اللي انا عرفت اطلعها، ده قدره ربنا والله العظيم. فانا ما عدتش بجد ادخل السمك ده تاني في البيت خالص، مهما نهف عليا مش هدخله. انا دايما بجيب بولش وبوري عشان بيكون السمك فاهمين من غير شوك، فانجز وتبقى السمكيه كده متختخه. او اجيب بربون. البربون برضو فاهمين نواشف في نفسه كده هوت وشوكه صغير، يعني لو اتاكل مش هيحصل حاجه. لكن السمك ده بجد كان صعب جدا.
يعني ماليش نفس حتى اقول لكم التتبيله اللي عملتها، ولا كنت بقلي السمك، ولا بعمل. بصوا من كتر ما انا بجد كنت متضايقه، ولما بفتكر الموقف يعني بتضايق جامد. المهم اهو كنت بقلي بس السمك دوت. يعني مش هدخله البيت تاني، وما انصحش حد معاه اطفال يجيب سمك فيه شوك او حاجه، لان الطفل يعني بياكل على طبيعته، وانتي بتبقي متلهوجه لو معاكي كمان اطفال تانية او طفل صغير تاني، فيعني الدنيا اصلا بتبقى حوسه لوحدها، فالواحد يسهل على نفسه. المهم انا كنت بعمل السمك بحط شويه زيت صغيرين عشان يعني قليه كده وبرمي الزيت. وهنا برضو كنت مش فاكره الصراحه كنت بعمل ايه تاني. تقريبا كنت هعمل الرز برضو، بعمل الرز برضو في نفس الوقت، والبطاطس خلاص عملتها. وبس كده اهوت. هقلي ان شاء الله السمك واظبط كده في الرز زي ما انتم شايفين. وهنا كانت الاكله خلاص بتاعتي خلصت، الرز اتشرب والسمك اهو اتقلى، السمك اللي هو يعني نشف لي ريقي، والبطاطس اللي عملناها مع بعض. وهو ده كان الروتين بتاعي. اتمنى ان انتوا تكونوا قضيتوا معايا وقت ممتع، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير.